اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير. تعالوا معايا فيديو جديد النهارده، وحشتوني جدا. هو روتين بسيط، مش قوي قوي. بس خلاص بقى عشان الصيف. انا ابتديت بس معاكم الفيديو ان انا كنت بعمل الحاجات دي في المطبخ. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه في المطبخ، بس مش عامله تنظيفات في المطبخ ولا حاجه، لا. هي الحاجه يعني الروتين هيبقى في بره، في الصاله والاوض وكده، عشان الحر بقى وكده. اللي هو يعني انا عندي نظام شتوي ونظام صيفي. ده هتشوفوه اللي هو النظام الصيفي بقى. طبعا الجو حرر، وما اعتقدش انه ممكن درجة الحرارة بقى ان هي تقل تاني. لا، يعني ما اعتقدش ان ممكن يبقى فيه برودة تاني. طبعا خلاص احنا صيفنا وكلنا دلوقتي لابسين صيفي والجو بقى الى حد ما يعني. درجة الحرارة يعني شوية مثلا عادية طبيعية، وشوية بتبقى عالية شوية. بس هو الصيف كده يعني. بس ما اعتقدش ان هي ممكن تقل تاني بقى. فانا طبعا اللي بيتفرج عليا او اللي شاف ليا فيديوهات في الاول خالص على اليوتيوب هيعرف ان انا ساكنه، يعني انا قلت في فيديوهات انا قلت فيها ان انا ساكنه في الدور الخامس الاخير، واللي فوقي بقى خلاص السطح، فمفيش حاجه فوقيه. فطبعا اللي ساكنين في الادوار اللي هي زي الدور الخامس الاخير ده بيبقوا حاسين طبعا بالمعاناة بقى طول الصيف. واحنا فعلا اول ناس بنحس بالصيف واول ناس بنحس بالشتاء، عشان طبعا لما الشمس بتلمس السطح بتنزل بقى الرطوبة طول الليل في الشقة وكده، فبنبقى حرانين قوي. وهكذا في الشتاء طول النهار طبعا ما بيبقاش فيه شمس قد كده، وبيبقى فيه شتاء بقى، وبيبقى فيه هوا وبرد وكده، فطبعا برضو السطح بيمتص كل ده وطول الليل يطلعه علينا يعني. بس الحمد لله طبعا كلها نعمة وفضل من عند ربنا. فعشان كده بقى انا في الصيف بشيل السجاد خالص من الشقة، لان بصراحة كل ما الصيف يدخل درجة الحرارة بتعلى اكتر، والسجاد بيبقى تقيل جدا لا، وبيبقى محرر المكان جدا. ببقى محتاجة بقى ان انا كل يوم اكنس وسيق الارض وكده، لو احس بطراوة مع المراوح وكده، احس بطراوه يعني في الشقه. فبضطر ان انا اشيل السجاد خالص، ما يبقاش في سجاد في الشقه نهائي بصراحه. انا والله كنت بفكر ان انا السنه دي اجيب حافظات. انا عندي كفرات للسجاد، فكنت بفكر ان انا اجيب مش حافظات بقى، اجيب اللي هو البديل السجاد ده، بيقولوا عليه حلو قوي. انا لا عندي اللي محطوط على السجاد بتاعي اصلا كفرات للسجاد. هي مش حافظ، هي مش بديل سجاد، لانها قطيفه وتقيله. مش زي البديل السجاد ده خفيف ومش قطيفة اصلا، يعني مبقاش قطيفة اللي هو الدرجة بتاعتي دي. فطبعا ما ينفعش ان انا اصلا بتاع اللي انا بحطه على السجاد ده ان انا احطه لوحده، لا هيبقى برضو تقيل وهيحرر لي المكان اكتر، لانه هو اصلا قطيفة، وقطيفة من اللي هي التقيلة اللي سمكها بتبقى سميكة دي، فبتبقى تقيلة قوي. فكنت بفكر يعني ان انا اجيب بديل السجاد ده، بس مش عارفة لسه بصراحة ممكن اجيبه ولا ما اجيبهوش، عشان برضو انا لو جبته هجيب بس في الصالة، مش هجيب في الاوض، لان عندي مساحة الاوض يعني مش عارفة، ممكن تبقى حتة صغيرة بقى. مش عارفة لو انا خدت الخطوة وجبته، اكيد طبعا هشارككم الخطوة وهوريكم برضو هجيب ايه وهعمل ايه، بس لسه ما خدتش الخطوة يعني. فمش لان انا طبعا عندي حاجات تانية، خطوات تانية، عشان يعني انا جاي لي بيبي وكده. فالفتره الجايه اصلا مش هبقى في شقتي وكده، فمش هبقى بعمل حاجه بقى في الشقه، فمش عارفه لسه لو انا اخدت الخطوه في اي وقت. فطبعا هشارككم الخطوه وهوريكم برضو لو انا جبت حاجه جديده. فتعالوا بقى معايا الاول هوريكم انا عملت ايه في المطبخ. هي حاجه بسيطه جدا. انا طبعا كان من شهر رمضان كنت انا جايب، يعني كنا جايبين خزين رمضان وكده، المكرونات بقى والحاجات دي كنت حنطاها معاكم في فيديو
وانا بعمل المنظمات دي وبحط فيها المكرونة والشعرية ولسان العصفور وهكذا يعني. كل البقوليات دي كنت بحطها في المنظمات دي في فيديو خاص تقريبا، يعني هو الفيديو كله عبارة عن كده. فانا كنت جبت في رمضان وما جبتش من بعد رمضان، لان كان عندنا يعني كان عندي كمية واحنا مش بناكل مكرونة كتير، بناكلها بكميات بسيطة جدا، بتفضل معايا وقت طويل قوي. العلب دي تقريبا بتاخد، العلب دي بحط فيها كيلو، الوزن كيلو صافي، لانها ما شاء الله كبيرة. فطبعا كانت من معايا بقى من رمضان، وكانوا لسه انا استنيت بصراحة لحد ما خلصوا خالص يعني. وانا بحط اصلا المكرونة في اللي هي المكرونة اللي هي الخواتم دي، لا مش الخواتم، اللي هي شبه القوقعة دي، كانت لسه خلصانة في وقت الفيديو ده يعني. وانا بصور الفيديو ده انا كنت فضيت الحبة اللي كانوا فاضلين عملتهم. يعني شفتوا قعدوا فترة طويلة قوي، لان احنا مش بناكلها كتير، احنا بناكل رز اكتر وعيش اكتر برضو على فكرة. فبتفضل معايا فترة طويلة قوي، فانا بستنى لحد ما اخلص الكميات اللي عندي كلها وابتدي اجيب جديد. ليه بقى؟ عشان ما اجيبش واحط، لان اصلا مش هيبقى عندي مكان، لان طبعا المنظمات دي محطوطة في المكان الخزين. فلو انا جبت اكياس او كده مش هلاقي لها مكان، هضطر ان انا مثلا يعني افضي مثلا على اللي خلص حبة، فهيتبقى حبة في الكيس، فمش هلاقي لهم مكان في الضرفة. فمش بحب اكومهم بقى، وبصراحة بخاف من السوس، وكمان عشان احنا في حر. فانا بخاف من القصة بتاعت ان يبقى المكرونة تسوس او كده، بريح دماغي بصراحة، وبستنى لحد ما الكمية تخلص خالص لاخر حاجة فيها وابتدي اجيب. فانا كنت استنيت بقى لحد ما خلصت، بس زي ما انتوا شفتوا الشعرية ما كانتش خلصانة. لان انا كنت كانت هي خلصت وانا كنت جبت مرة، فما جبتش، وانا بجيب بقى ما جبتش، جبت كيس صغير ما جبتش كيس كبير. فجبت بقى اللي هي المكرونة اللي هي الخواتم، والمكرونة اقلام، والمكرونة اللي هي الصغيرة دي، خواتم صغيرة وخواتم كبيرة كده، ومكرونة اللي هي القوقعة دي، وسباكيتي وشعرية ولسان عصفور. بس انا كان عندي اصلا شعرية ولسان عصفور، بس كملت عليهم حاجة بسيطة، ما جبتش اللي هو اكياس كبيرة، جبت اكياس صغيرة. لكن المكرونات كنت جايبة اللي هي الكيلوهات دي، اللي هي انا عارفة ان العبوة بتاعتي هتاخد الكمية دي. فجبتهم وحطيتهم بقى، بدأت احطهم معاك اهو. قلت بالمرة يعني. ده كان العلبة دي اهي، بصوا كنت لسه اقول لكم ده تمر من رمضان برضو، بس مش بنستخدمه دلوقتي يعني، ممكن ناكل منه كده. فانا كنت محتاجة العلبة عشان احط فيها المكرونة اللي هي الاقلام. اه، المكرونة القلم دي كنت احط فيها المكرونة دي. فانا قمت جاية واخداها مفضية التمر وغسلها كويس ومنشفاها بمناديل، وقلت بقى افضي فيها المكرونه، لان مفيش مكان للمكرونه كده اللي هي الاقلام دي، لان زي ما انتوا شفتوا ورا في شعريه، في مكرونه خواتم، ومكرونه اللي هي القوقعه، ودي بقى كانت للمكرونه الاقلام. حطيت برضو كده الكيس بيدوب يعني بياخد. بس بصوا، هي المكرونه الاقلام مش كتير، هي برضو نفس العبوه، بس عشان هي المكرونه نفسها حجمها كبير، فتحسوا ان هي بتاخد مكان كبير. بس انا لما بقعد، بصوا انا بنزل كده، فاهمين؟ بعمل كده العبوه نفسها، بفضل انزل لتحت كده، خلاص بتهبط بقى، بتنزل لتحت. بصراحه المنظمات دي حلوه قوي يا بنات. يعني بصوا عجبتني قوي قوي، وفكرتها حلوه طبعا. انا يعني مش اول واحده اطلع الفكره دي موجوده من زمان جدا. هي حلوه جدا ومنظمه جدا، وبتنظم لك المكان قوي، وبتخلي مفيش عشوائيه كده، ان يبقى في اكياس كتير حواليكي وزحمه. كيس مفتوح فتيجي تشدي كيس فتبصي تلاقي الكيس قام جاي واقع كله على الارض. يعني بتبقى حتى، لا انا كنت عامله لهم اختراع كده الاكياس الاول، ان انا كنت بربطهم بالاستيك بتاع الفلوس، بحط الاستيك الفلوس، وكان يعني كان حلو ومرضي بالنسبه لي جدا، كان جميل قوي. بس بصراحه لما بقى جربت فكره المنظمات وكده، انا كنت مفكره ان المنظمات دي هتاخد مكان ومش هتاخد مني كميات، بس بصراحه هي خدت مني كميات، وهي خدت المكان كله بقى بتاع الضرفه. بس ما شاء الله بجد حلوه جدا. اللي مش مجرب الفكره دي جربوها، هتعجبكم قوي بجد، وهتنظم لكم المكان قوي قوي، وهتريحك قوي. هنا بقى ده بتاع المكرونه الاسباجيتي،
هو ده اصلا انا عامله العبوتين دول مخصوص للمكرونه الاسباجيتي، لان العبوه التانية دي ما ينفعش تحطي الاسباجيتي فيها بالطول كده، لازم هتكسريها لانها مش طويله نفس. بصوا دي اطول منها. معرفش، ممكن بصوا العبوات اللي ورا دي هتلاقوها مشهوره في كل حته، لكن العبوات اللي هي الطويله دي معرفش ممكن تلاقوها ولا لا. انا كنت جايباها اصلا في جوازي والكلام ده من 5 سنين، ف مش عارفة ممكن حد يقدر يلاقيها ولا لا، فده من زمان قوي. بس هي منظمات حلوة قوي للأسباجيتي، بالذات المكرونة الأسباجيتي هي ممتازة. انا عاملة بقى الاتنين دول مخصوص للمكرونة الأسباجيتي، ما بحطش فيهم غير مكرونة أسباجيتي بس، والباقي بقى المكرونات التانية. وبس كده رصيتهم بس كويس، قلت ارصهم معاكم عشان اعرف اتكلم معاكم، لان بقيه الفيديو سريع قوي، مش ده بقيه الفيديو تقريبا 4 دقايق يعني، مش حاجه خالص. صغير. لان انا ما عملتش معاكم مش لسه بقى هبرم معاكم السجاد وبتاع، لا انتوا هتلاقوا بصوا السجاده على الارض فجاه هتلاقوها ايه اتبرمت واتربطت واتظبطت. إيه فقلت ايه هبتدي معاهم الفيديو ان انا اصور معاهم وانا بنظم الحاجات، عشان حتى لو محدش شاف الفيديو بتاع قبل كده فيشوفوا معايا. ممكن بنوته لسه ما اتجوزتش فتعجبها الفكره، فان شاء الله وهي بتجهز تجيب الحاجات دي في جهازها وتنفذها، هتعجبها قوي بجد. المنظمات بصراحه شيء جميل قوي في كل حاجه، يعني حتى في الدولاب لو في منظمات في الدولاب هاتيها برضو. بس هعمل بقى معاكم الاوض هشيل منها السجاد. انا هنا اهو كنت دخلت الاوضه الكبيره بتاعتي، هشيل بقى السجاد. هظبط الاوضه وهعملها، هغير الملايه وهشيل السجاد هبرمه. انا بقى السجاد مش بغسله. بصوا هو انا اصلا السجاد بتاعي عشان اللي هو السجاد بتاع النساجون ده، فهو ما ينفعش ان هو يتغسل كتير السجاد ده بالذات. ممكن بقى اللي عنده سجاد بتاع النساجون عارف، مش ما ينفعش ان هو يتغسل كتير، فانا بشيله وبفرشه يعني كويس كده بالفرشة وبظبطه وبسيبه يتهوى وبلفه وبعينه. وبعدين انا اصلا محافظة عليه جدا، هو كل يوم بيتكنس بالمكنسة ومش بحاول ان احنا نوقع عليه حاجة او كده، فبيبقى تمام معايا. بصوا بقى بكنس وعلى طول بالشرشوبة، وبصوا ودي بقى كل يوم كل يوم بقى يعني. طبعا بقى البنات الكسلانة او كده قومي بقى وتنشطي وشيلي سجادك ولفيه وبرميه وعينيه لو ليكي، لو في مكان عندك ليه، وهوي الشقة بتاعتك وظبطيها عشان تحسي بالطراوة كده. لا ده بس دول اللي ساكنين في الادوار العاليه بصراحه، عشان اللي هو الدور الاخير مش العالي، اسفه الدور الاخير اللي هو في بيبقى فوقنا سطح، عشان احنا بتبقى الحراره عندنا زايده شويه، بس الحمد لله. هنا انا دخلت اوضه الاطفال اهو، اشيلها برضو اشيل السجاد وهعدل الملايات، انا كنت لسه مغيراها. انا هناك بقى شلت اللحاف في الاوضه التانية وحطيت الكوفرته، وهنا انا كده كده كنت حاطه الكوفرتات، عدلت بس السراير وظبطتها. بصوا وهشد بالمكنسه كويس وهلمع برضو، بربط بقى السجاد كويس جدا. انا عندي اللي هو ده الرباط ده زي دبارة كده، وفي برضو عادي لو عندك استك اربطي بيه، اي حاجة اربطي بيها. حبيبتي لو ما عندكيش حاجة تربطي بيها لفي كويس وعيني، ده لو انت عايزة كده اللي هما في ادوار عالية يعني. اللي برضو اسفة تاني اللي هما في الدور الاخير زي اللي فوقيهم سطح كده. انا بحب كده طول الصيف بصراحة، بحب ان الشقة تبقى مفيش سجاد فيها، بتريحني ومتبقاش الحرارة بتبقاش عالية علينا قوي. هنا اهو برضو هسيقها كويس كل يوم بقى، انا على كده اكنس وسيق اكنس وسيق طول الوقت يعني، ما ببقاش فيه ترابة في الارض ولا حاجة. بصوا انت عايش بقى انت عايش. هطلع برضو الصالة هلم منها السجاد طبعا بتاع الصالة بقى هو اللي تقيل قوي فظيع، ما ينفعش ان انا اتعايش بيه خالص بصراحة في الصيف. بس هشيله وهبرمه كويس، وبرضو هلمع الصالة كويس وهكنسها وهسيقها وهظبطها وخلاص كده. يعني ده روتيني النهاردة، بسيط وسهل وسريع وما فيهوش اي حاجة خالص.
يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم، وشكرا جدا لاي حد بيشوف القناه بتاعتي وبيعمل لي سبسكرايب وبيعمل لي لايك وبيعمل لي كومنت. شكرا قوي قوي، وشكرا قوي على المتابعين الجداد اللي بيعملوا كومنتات حلوه وزي القمر زيكم. بحبكم جدا، ودعمكم بيفرق معايا قوي، واتمنى ان اي حد يشوف يدخل القناه بتاعتي يكون جديد ان هو يعمل لي سبسكرايب، عشان الدعم بتاعكم هيفرق معايا قوي بجد. انا خلاص كده النهارده يومي كده خلاص خلص الحمد لله. وان شاء الله يعني مش هتاخر عليكم في الفيديوهات. وادعوا لي ربنا يكمل لي على خير، و واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. واللي عنده افكار لفيديوهات جديده يا ريت يكتبها لي، اتمنى. يعني اي حد عايزني اعمل فكره او انفذ فكره، احب استفاد منكم برضو جدا يعني. اكتبوا لي كده في الكومنتات لو حد عايزني اعمل حاجه جديده او كده. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك وكومنت حلو زيكم. السلام عليكم.